بتحاول انها تتماسك، بس جواها بينهار بسرعة وبينهار بسهولة جدا. المشكلة ان في حاجات بتكسر مناعتك النفسية، وده للأسف بيحصل كل يوم بس انت مش واخد بالك. يعني مثلا النقطة الأولى أو من ضمن الحاجات أو العلامات اللي بتكسر مناعتنا النفسية كل يوم، رقم واحد وأهمها هي كبت المشاعر. تجاهل الألم هو مش معناه إن أنت كده حليته. التجاهل ده عبارة عن مخزن. خلينا أبسطها لك أكتر، وإن التجاهل أو المشاعر عبارة عن بالونة أنت بتنفخ فيها كل شوية وكل يوم، فعلى مدار الوقت البالونة دي بتكبر وفجأة تنفجر. فدي رقم واحد. رقم اتنين وهو إنك بتربط شخصيتك أو قيمتك برأي الآخرين. دي كارثة. لما تعتمد على إن قيمتك تاخدها من الأشخاص من الخارج، أنت كده بتكون شخص هش بمعنى أصح. فدي حاجة مهمة جدا، لازم يكون أنت صاحب الرأي، أنت اللي عندك القيمة لنفسك، أنت صاحب الشخصية وليس شخص هش بتاخد رأيك من الناس الآخرين. فلو النظرة إنك أنت عن نفسك أو إن أنت بترفع نفسك بنفسك، هو ده الاستقرار، هو ده استقرارك حقيقي، واستقرارك بإيدك أنت مش بإيد رأي الآخرين. النقطة التالتة وهي جلد الذات. الحقيقة إن أسوأ ما يمكن أن يكسر الإنسان هو صوته الداخلي. أسوأ ما يكون هو أنت تكون عدو لنفسك، عدو لكل حاجة أنت بتعملها. للأسف الشديد إحنا اعتبر نفسك أنت بتعامل شخص تاني جواك. هل هتكون بنفس القسوة اللي أنت بتعامل نفسك بيها دي؟ هل هتعاتبه؟ هل هتجلد ذاتك؟ هل كل موقف كل شيء غلط انت عملته، مع العلم ان احنا بشر وكنا بنغلط والحياة ups and downs وبنتعلم الخطأ هو ما هو الا علم، وده صحيح وده اكبر معلم للبني ادم. فبالتالي ليه بتجلد نفسك؟ فحاول بقدر الامكان تعامل نفسك على اساس ان انت شخص تاني جواك، فبالتالي كون رحيم. فجلد الذات من أهم الحاجات اللي بتكسر الإنسان وهو صوته الداخلي. النقطة الرابعة وهي الصدمات الغير معالجة. يعني أنت لسه في صدمات ما تعالجتش، فبالتالي هي موجودة. فالجسم أو العقل ما بينساش، فبالتالي كل شيء بيحصل هو موجود ولكن متخزن بيطلع على مدار الوقت. فأنت محتاج تفهم صدماتك، محتاج ان انت تعالجها وتشتغل عليها. فدي نقطة 5. الحاجة التالتة او الحاجة السادسة بقى بمعنى اصح، لازم تفهم احتياجاتك النفسية. لازم تعرف ايه هي احتياجاتك النفسية، لازم تبقى انت عارفها وما تتجاهلش احتياجاتك النفسية. ما ينفعش بمعنى اوضح ان انت تكون ظاهر بمظهر قوي دايما. مش انت الشخص الايجابي دايما، مش انت الشخص القوي على طول. لا، في اوقات لازم يكون فيها ضعاف، لازم يكون فيها نحس ان احنا محتاجين فعليا سند نسند عليه. ودي الحياة ودي سنة الحياة بمعنى اصح. فالجزء العميق جدا ان النفسية مش بتتكسر فجأة، هي تتكسر على مراحل، تتكسر تدريجيا، فمن غير انت ما بتبقى واخد بالك، وللأسف الشديد انت بتتجاهل نفسك. فعايزين نعمل وقفة تعيد صياغة وتعيد مشاهدة كل اللي فات ده، يكون في إعادة تمكين للمشاهد اللي فاتت. إن إحنا عندنا خبر حلو، إن إحنا نعرف إزاي نعيد بناء نفسيتنا، يبقى عندنا نفسية قوية، مناعة بحق وحقيقي. فده خبر حلو، ولكن أول الخطوات أو أول الرحلة بتبدأ بخطوة، وهي لازم يكون عندنا وعي. فدي أمور كده حبيت أوصلها لك باختصار شديد جدا، وكل مرحلة وكل معلومة وكل نقطة هنتكلم عنها في فيديو مخصص ليها.